المتهم بالاعتداء على صغيرة بلبيس بيقول للمحكمة: أنا عايز أتجوزها. المحكمة ترد عليه تقول له: ده عندها 14 سنة. ومن الجلسة الأولى يتم إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام. فيها وقبل على خطوات التكفير فيها اللي جت بمزاجها والله العظيم اللي جت تفاصيلها تبين من شاهد الانفجار في تمسك جامع يبني عليه طفله فض بكرامتها في تاريخ المعاصي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ونطالب وكما طالب الكثيرين أن يتم إذاعة مثل هذه المحاكمات على الناس حتى يكون المتهمين فيها عبرة لمن لا يعتبر. وحال تأييد الحكم بإعدام هذا المتهم إن شاء الله نتمسك بإذاعة ولو جزء بسيط من إجراءات إعدامه حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على صغارنا. تحياتي.